صباح الخير، معكم دكتور عماد وقناة صيدلينو. يا ترى ايه افضل كريم في مصر لعلاج البقع؟ وايه انواع البقع اللي ممكن تظهر؟ تابعي معايا الحلقة دي. اول نوع من البقع ممكن يظهر هي البقع اللي بتسببها الشمس، زي ما احنا شايفين في الصورة كده، ودي تبتدي تظهر من بداية سن 20 لغاية سن 60. تاني نوع من البقع هي البقع اللي بتظهر كآثار لحب الشباب، يعني بيكون عندي حب شباب ببتدي أعالجه، بعد ما بيتعالج أحيانا بيسيب أثر أو بقع أو غمقان في الجلد. النوع الثالث من البقع اللي بنسميه الكلف، وده أصعب أنواع البقع وعلاجه بياخد وقت. ده بيظهر خاصة للسيدات الحوامل أثناء فترة الرضاعة أو بعد سن اليأس. طيب بالنسبة للعلاج، عندي نوعين كريم في السوق المصري فعالين جدا، كريم اسمه تراي مي لازمة وكريم اسمه ميلانو فري. وخلي بالي جدا من طريقة الاستعمال عشان ما يحصلش التهابات أو حساسية في جلدي. بالنسبة لبقع الشمس والبقع بتاعة حب الشباب بنستعمل أي كريم من الاتنين لمدة أسبوعين. أما بالنسبة لبقع الكلف بستعمل لمدة شهر. طيب بستعمله ازاي؟ باخد على طرف صباعي وابتدي احط على الاماكن اللي فيها البقع فقط، واسيبه من اول 10 دقايق لغاية نص ساعة. بالنسبة للناس اللي بشرتها حساسة بنسيب الكريم 5 أو 10 دقايق بالكتير. طيب بالنسبة للناس اللي بشرتها عادية ممكن نسيب الكريم لغاية نص ساعة، وبعد الاستعمال بغسله بمية دافية وغسول الوش بتاعي. واوعي تنسي تستعملي واقي شمس قبل ما تنزلي في الشمس عشان تحافظي على التفتيح اللي انت عملتيه. عايز اقول لكم بالكتير اسبوعين واغلب البقع هتكون راحت.